مشكلة النهاردة. بنوتة بتقول: أنا مخطوبة ومكتوب كتابي وهتجوز بعد سنة. خطيبي متفق مع بابا الدخلة والزواج الفرح بعد سنة. هو دلوقتي بيجهز في الشقة محتاجة مصاريف كتير جدا. أنا شايفة إن احنا مش هنقدر نتجوز بعد سنة، والموضوع هيطول شوية، يعني فترة الخطوبة هتطول شوية. فهو دلوقتي خاطبني وكاتب كتابه عليا، بيطلب مني شوية حاجات، شوية تجاوزات يا هبة. عايز يعمل معايا شوية تجاوزات، عايز يعمل معايا علاقة خاصة كاملة، يدخل دخول كامل. بيقولي ده حقي وانتي مراتي، وانتي لما بترفضي ده انتي كده بتغضبي ربنا، وده حقي وانتي حلالي وانتي مراتي وانا كاتب كتابي. انا قلت له لا، ما ينفعش نعمل الكلام ده. انت متفق مع بابا ان الجواز والدخله بعد سنه، وكمان انا شايفه ان احنا لسه مش سنه، لسه عايزين حاجات كتير، عايزين نجهز، والشقه لسه ما اتشطبتش وما خلصتش، وقدامنا وقت طويل. وانا مش عارفه اعمل ايه يا هبه. اوافقه على التجاوزات اللي بيطلبها مني دي واعمل معاه علاقه خاصه كامله وادخل دخول كامل زي ما هو بيقول، ولا اصر على رايي واعرف اهلي واقول لهم هو عاوز يعمل معايا ايه؟ يا ريت تقولوا لي من فضلكم اعمل ايه، علشان انا دماغي واقفه ومش عارفه اتصرف. وقبل ما نكمل مشكله النهارده، يا ريت فضلا من حضراتكم كلنا ننزل نصلي على الرسول في التعليقات. بصي يا حبيبتي، انتي بتقولي ان انتي مخطوبه ومكتوب كتابك، وهو راجل، هل نفرض ان هو راجل محترم، حط ايده في ايد والدك واتفقوا ان هو الجواز الدخله تكون بعد سنه. بس دلوقتي الدنيا التكلفه بقت عاليه، الشقه لسه ما اتشطبتش ودخلوا على قده، ولسه كمان عايزين تجهزوا وتفرشوا الشقه، يعني قدامكم مش اقل مثلا سنتين ثلاثه. دلوقتي انتي حطي نفسك مكان ابوكي. لما انتي تكوني معاهده حد متفقه معاه، حاطه ايدك في ايده ان الدخول هيكون يوم كذا، وده يجي يخل بالاتفاق. ما هو الدخول ده ليه شروط. الشروط ايه هي؟ ان هو يجهز الشقه ويجهز العفش ويفرش الشقه ونعمل فرح كبير ونزرغط ونشهر الاعلان، وهو ده يعني الجواز والدخول. لكن كاتب الكتاب وانتي في بيت ابوكي هو يعتبر خطيبك، ما يعتبرش جوزك. هو قدام ربنا بيعتبر جوزك، قدام الناس والعرف والسائر في مجتمعنا هو ما يعتبرش جوزك، يعتبر خطيبك. ليه؟ هلنفرض ان هو شخص محترم، تمام؟ افرض هو مات، احنا ضامنين الاعمار. افرض انتي وافقتي دلوقتي، ها، ان انتي تعملي معاه علاقة خاصة وتدخلي دخول كامل. افرض مات، انتي دلوقتي هتبقي ارملة. المفروض ان انتي بعد فترة هتتجوزي وتبدأي حياة جديدة مع شخص تاني. هتقولي ايه للشخص ده؟ هتقولي له اصلك انا كنت مخطوبة ومكتوب كتابي، هو دخل عليا واهلي ما يعرفوش؟ هيكون موقف والدك عامل ازاي لما تأثري برقبة والدك، لما تقهري والدك وتكسري ظهره، لما تكسفي والدك قدام الناس؟ هتستفيدي ايه؟ النقطة اللي بعد كده، لو انت دخلتي دخول كامل وعملتي معاه علاقة خاصة، مش ممكن يحصل حمل؟ وارد ان هو يحصل حمل. حتى لو اخدتي مانع حمل وربنا اراد ويشاء ان يحصل حمل، هيحصل حمل. هتقولي ايه لاهلك؟ هتقولي لهم ايه؟ ان جوزك، ان خطيبك ده ما يعتبرش جوزك دلوقتي عشان انت لسه في بيت اهلك، ان خطيبك دخل عليكي وانت حامل منه في شهرين ثلاثة اربعة ايا كان انت عرفتي الحمل ده امتى؟ هتواجهي الناس والمجتمع ازاي؟ دي النقطة التانية. النقطة التالتة واهم من كده، اللي بيحب واحدة بيحافظ عليها. والدك امنه وكتب الكتاب علشان هو وثق فيه وامنه، لكن هو غير امن عليكي، عايز ياخد اللي هو عاوزه ويجري، ممكن ما يكملش معاكي. انت ايه اللي يضمن لك ان هو يكمل معاكي؟ في زماننا ده شباب كتير بتبقى عايزه تقرب من البنات، والبنت بترفض وبتبقى محترمه، بتدخل البيت وبتخطبها وبتقدم شبكه كويسه علشان توصل للبنت تاخد منها اللي هو عاوزه.
ياخد منها اللي هو عاوزه. في زماننا ده واحد بيبقى مش قادر يوصل لبنت، بيروح يخطبها، ما وصلهاش بعد الخطوبة بيكتب كتابه عليها عشان يوصل لها، ياخد منها اللي هو عاوزه، وبعد كده بيطلقها. وده بيحصل بالفعل. في زماننا ده مفيش ثقة. انا مش سيئة الظن ولا حاجة، بس انت لو هو طلع راجل معاكي وكمل معاكي بعد ما يدخل عليكي، او بعد ما حصل حمل وطلع راجل، انت مش ضامنه ان هو يعيش ولا يموت. ممكن يموت قبل ما تتجوزوا وتعلنوا جوازكم. لو انت كنت حامل، هتواجهي الناس ازاي بالحمل؟ هتواجهي المجتمع ازاي؟ هتقولي لاهلك ايه؟ ده انت بقى دخلتي دخول كامل وعملتي كده وكمان حامل، يعني المصيبه بقت مصيبتين. اخر حاجه بقى، لو هو طلع مش راجل، وده في الغالب اللي بيحصل، لو هو طلع راجل علشان اللي عايز يعمل حاجه من ورا اهلك، يبقى ده مش راجل. اللي داخل البيت من الباب، يبقى داخل البيت بالباب، هو خطبك، كتب كتابه، قدم شبكه كويسه، بيجهز الشقه، يستنى بقى حلال ربنا لما يشهر ويعلن ويدخل بيكي قدام الناس كلها. يشطب الشقه على قد امكانياته، يجهز ويفرش الشقه على قد امكانياته. طالما هو واحد تعبان ومش قادر يتحمل وعايز يعمل علاقه في اسرع وقت كده ومش قادر يتحمل، خلاص اي حد يساعده من اهله في الجهاز ويجهزه ويجوزه. هو بقى يجهز على قد امكانياته، انت تساعديه وتشتغلي بعد الجواز وتسدي معاه وتسددي معاه الديون اللي عليكم براحتكم. لكن كون ان انت توافقيه ان هو يدخل عليكي دخول كامل، ودي بقى مش تجاوزات، ده دخول كامل ده، فده مصيبة كبيرة. وفي الغالب الراجل ده مش هيكمل معاكي، وهياخد اللي هو عايزه بس. ضميره مش كويس ونيته مش سامحة ومش خالصة. انا بقولك رأيي بمنتهى الامانة، ما تعمليش كده، ما تقصريش رقبة ابوكي. يعني ما تهينيش ابوكي. ابوكي وثق فيكي، يعني ابوكي وثق فيكي وكتبلك على خطيبك ده علشان هو واثق ان هو مربي مين وانت مين وتربيتك عامله ازاي، وانت مش هتقصري برقبته، مش هتعملي ده. فابوكي عطاكي امانه، خليكي اهل للامانه دي، خليكي قد الثقه اللي ابوكي عطاهالك. هو لو انت ما عملتيش معاه كده وبيقولك ان هو هيسيبك، يغور في 60 داهيه، يغور يسيبك. الحياة ما بتقفش على حد، ولو وقفت مش هتقف على راجل زي ده، عشان ده مش راجل، دول أشباه رجال اللي بيدخلوا بيوت الناس ويحطوا ايديهم في ايد رجالة ويكتبوا كتابهم على بنات الناس، وبعد كده عايز يدخل منها عليها دخول كامل ويضحك عليها ويسيبها ويطلقها ويرميها بعد كده. ها وهو ملوش دعوة تواجه الناس ازاي، تقول لابوها ايه، تقول للمجتمع ايه، هو ملوش دعوة. هو كان نفسه في حاجة اخدها وجرى، يبقى ده مش راجل. ده حتى لو اتجوزتيه لا يؤتمن، مش هيريحك، مش هترتاحي معاه، هيتعبك جدا. فده انت تسيبيه دلوقتي وتبقي مطلقه وانت بنوته. انا بنوته، ها، انا مش ناقصني اي حاجه، وربنا هيرزقك بزوج احسن منه، شخص امين عليك. اهم حاجه الامانه. الحياه الزوجيه ليها اسس كتير يا بنات غير العلاقه الخاصه وبس. يكون محترم، يكون امين، يكون اهله طيبين، متربي كويس، بيخاف ربنا. ده ما بيخافش ربنا. اللي بيخاف ربنا هيخاف عليكي، مش هيزعلك، عارف حقوقك وعارف واجباتك وعارف حقوقه وعارف واجباته. لكن ده ما بيخافش ربنا، اللي عايز ياخد حاجة ويجري ما بيخافش ربنا. هتعيشي مع واحد ما بيخافش ربنا ازاي؟ صدقيني مش هيكمل معاكي. ده نصيحتي ليكي، تسيبيه وتتطلقي منه دلوقتي، تروحي تحكي لاهلك وتقولي لهم ده بيطلب مني كذا 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 يا ماما، وانا رفضت، ولما رفضت قال لي انا هسيبك. اهلك هيقدروا يتكلموا معاه، يقدروا يتخذوا معاه قرار مناسب من وجهة نظرهم هم شايفينه. اهلك مش هيظلموكي، اهلك بيختاروا لك الراجل الصح، العريس الصح اللي يكمل معاكي وما يبهدلكيش بعد كده. الجواز مش فترة مؤقتة، مش وقت ساعتين تلاتة، شهر اتنين تلاتة حلوين بنقضوهم مع بعض وباي باي باي باي. الجواز ليه اسس كتير وحياة بنكملها مع بعض. احنا بنتجوز عشان نكمل بعض ونعيش حياة مستقرة، حياة هتدوم مع بعض بما يرضي الله. الجواز مش ساعتين وخلاص ونشوة وحاجة احنا عايزينها ورغبات احنا بنقضيها وخلاص.
ده نصيحتي ليكي. مستنيه راي الناس اللي بتشوفنا وبتسمعنا هنا في التعليقات. من فضلكم تشيروا مشكله النهارده على اوسع نطاق علشان اكبر قدر من البنات تقدر تستفيد، وكمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس. مستنيه راي حضراتكم في التعليقات، ولايك حلو للفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك. بحبكم جدا في الله، اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.